ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو تكنولوجي جديد. النهارده هنعمل انبوكسنج لجهاز الهاي فاي ميوزك اللي بيشتغل عن طريق البلوتوث وبيتوصل بسماعات. الميزه بتاعته ايه بقى؟ ان هو بيبقى بيلت ان في الحيطه، يعني زي زراير النور اللي في الحيطه. الجهاز بتاع الاوديو بلوتوث اللي متوصل بالسماعات اللي في الفور سيلينج او في الجبسون بورد فوق. يعني هو في الاخر امبليفاير بس بيلت ان في الحيطه وصغير جدا. هنشوفه مع بعض وهنوصله، هنسمع صوته كمان بعد الفاصل. هاي فاي ميوزك باك جراوند ميوزك سيستم. انا متحمس جدا افتح العلبه واشوفها هل هي زي اللي انا طلبتها من الموقع ولا لا. خلينا نفتح كده ونشوف الجهاز شكله ايه اللي جوه. اول حاجه اليوزر مانيوال بيقول لك انها بيجي بلونين، الابيض والاسود. دي هنا طبعا طريقه التركيب، ده بيجي معاها ريموت كمان. اوكي، طريقه التوصيل اهو الجهاز. قبل ما نفتح الجهاز خلينا نشوف فيه ايه تاني في الكرتونه. جايب لك مفك صغير ومسمارين، ودي العلبه اللي بتتحط في الحيطه نفسها، يعني تكسر في الحيطه تحط العلبه دي كده بيلت ان وبعدين تركب عليها الجهاز اللي احنا هنشوفه كمان شويه. وده الريموت بتاعها، باور اون، مود، طبعا ميوت وبلاي وريفرس وفورورد وايكولايزر، فوليوم اب فوليوم داون، وارقام التراكات. ووصلنا للجهاز او الامبليفاير البيلت ان اللي هو بالشكل ده. اول حاجه دي شاشه بتعرض الموجود، وعندك دي مفاتيح تاتش كنترول، تاتش بutton، يعني ده فوليوم كنترول بلس وماينس. وهنا بيجيب لك الاغنيه اللي بعدها مثلا فورورد، وده الريفرس الاغنيه اللي قبلها، وده طبعا بلاي واوكي. ونبص تحت كده هنلاقي فيه شويه حاجات زي مثلا ده اي او اكس، بتدخل له صوت من هنا، صوت من خارجي، ممكن توصل صوت خارجي بيه. وده اليو اس بي ديفايس، وده هنا الميموري كارد، ممكن برضو توصل ميموري كارد اللي هي الصغيره المايكرو. وفوق هنا هتلاقي فيه زرار واحد بس بتاع الاون والاوف. هتلاقي واضح عندك هنا طريقه التوصيل دي السبيكرات ليفت ورايت، ده بيشتغل على 2 سبيكر، واحده ليفت واحده رايت. وهنا في اوت عشان يوصل على ممكن جهاز تاني زيه، اوت ال ار. وده الجراوند والاف ام انتنا، ممكن توصل برضو الانتنا او اريال عشان يجيب لك محطه الاف ام، او ان شاء الله حته سلكه كده ولا حاجه خارجيه هتوصل معاك على طول. وده مخرج للبلاي والبل والجراوند، وده الاوكسيلري برضو لو حبيت توصل جهاز تاني بيه. يعني مثلا نفس الجهاز ده لو حبيت تعمل لوبه بحيث ان انت تاخد من هنا الاوت وتوصله بنفس جهاز زي ده بالظبط ان في الاوكسيلري، توصل بيه عادي. وتحت مفيش غير مدخل وحيد اللي هو بتاع الكهرباء. بالمناسبه الجهاز ده مش محتاج ادابتور، لان هو زي ما احنا شايفين كده بيشتغل على طول على الكهرباء الطبيعيه، يعني كهرباء ال 220 او ال 110 فولت، في بعض الدول 110 فولت او 220 فولت لحد 240. معاك من 100 فولت لحد 240 فولت اللي بياخد كهرباء اي سي عادي، كهرباء البيت، وبيطلع على سماعتين 20 واط. ودي ميزه حلوه قوي ان انا مش لازم ادور ان انا احط الادابتور فين بالظبط في العلبه. عشان نقدر نجرب الجهاز ده لازم لنا سماعه، فالحقيقه انا اخترت سماعه بوش اللي كنا عملنا عليها ريفيو قبل كده. على فكره هتلاقوا الريفيو بتاع السماعات دي والامبليفاير موجود في علامه الانفورميشن فوق، اتفضلوا حضراتكم شوفوا الفيديو. طيب هنوصل ازاي بقى يا جماعه؟ اول حاجه انا حابب اقولها لك ان انت عشان توصل الجهاز ده في الحيطه لازم تفتح المسمار ده كده، هتلاقي فيه شاسيه حديد. الحقيقه الشاسيه الحديد ده هو اللي بيركب هنا كده. خلاص ركبنا كده الشاسيه ونركبه كده بالمسمارين مثلا هنا اهو، ركبنا بالمسامير بتاعته. وبعد كده بكل سهوله كمان اقدر انا اعلق الديفايس بتاعي بالشكل ده في الحيطه اهو، دخلته كده تمام، وبعدين اقوم رابط المسمار بتاعه بحيث ان هو ما يطلعش. مجرد ما حضرتك خلاص تربط المسمار هنا، هو كده كده مش هيطلع من الحيطه خلاص، الا لو جيت فكيت تاني المسمار ده. طبعا انت بتكون معدي بقى الاسلاك بتاعتك كلها من فتحه من الفتحات دي، يا اما فوق يا اما تحت. علبه ماجيك عاديه زي اللي بتتحط في الحيطه وبتحط في مسامير النور، مش مشكله افتح لها عادي انت في التاسيس بتاع الشقه بتاعتك. بس مجرد ان انت هتمد هنا تغذيه كهرباء ومخرج السماعات، كابلين للسماعات يطلعوا فوق في الجبسون بورد او في الفور سيلينج. طب يلا بينا بقى نوصل الجهاز بتاعنا كده ونشوف هيتوصل ازاي. اول حاجه الروزيتات دي بتتشال كده عادي، حته مثلا كده اتشالت ودي حته ثانيه اتشالت. طبعا انا مش محتاج الحته اللي في النص دي،
اوكي، انا محتاج بس الكونكتور ده عشان اوصل فيه السبيكر ليفت ورايت هنا بالشكل ده. طيب انا هجيب سماعه تانية اهي، دي سماعه عاديه تانية عشان يبقى عندنا كده ايه، سماعه يمين وسماعه شمال. السماعه اللي انا هوصلها دي اعلى حاجه ليها 100 واط، وطبعا الجهاز اللي انا هوصله ده بيطلع بس 20 واط، فالموضوع امان يعني. طيب هبدا بقى هنا احط السماعه الليفت كده، حطيت طرفين السماعه اللي هي ايه الليفت. نيجي عند السماعه دي بقى اللي هي سماعه فولت. اوكي، البوش دي طبعا مش هينفع اوصلها من هنا، ليه؟ لان من هنا ده الامبليفاير الفولت مش الامبليفاير الوات. فمعنى كده ايه، ان انا هجيب حته سلك كده وهوصلها من هنا دايركت. تمام، وهنيجي بقى عند الروزيتا دي برضو هنحط السماعات الرايت هنا البلس والماين. طيب نوصل بقى الجهاز بتاعنا كده، وصلنا السماعتين زي الفل. فاضل لنا ايه، نوصل احنا الكهرباء. فك روزيتا الكهرباء اهي، وهنجيب كابل كهرباء عادي دي الفيشه بتاعته، ومن هنا ده مدخل الكهرباء. نفك الروزيتا كويس وهنوصل طرفين الكهرباء. يلا بينا كده وصلنا الكهرباء. يلا بكده هنبقى جاهزين ان احنا نشغل الساوند سيستم بتاعنا او الامبليفاير الوول امبليفاير الصغير بتاعنا. نبدا نوصل الكهرباء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الزرار اللي فوق بقى اللي هو بتاع الاون والاوف هنعمل اون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، الميوزك بلوتوث. جبنا هنا تابلت وهنحاول نوصله بالبلوتوث BGM 4 صفار، يبقى 1 2 3 4 ده الباسورد بتاعه، البين كود كده بقى لينكد. هنا كتب لك BT كونكتد. طب يلا بينا بقى ايه، نشغل اي حاجه كده. كده دوست هنا على فوليوم. كده احنا جربنا البلوتوث. تعال نشوف بقى حاجه تانية. لو جينا هنا دوسنا على السهمين اللي ورا بعض دول اللي شبه الريبيت، هيطلع لي عندي هنا ايه، ميوزك وبلوتوث واف ام ولاين وسيستم. ممكن اقول له اوكي على الراديو. واول واحده طبعا اللي هي ايه بتاعت الميوزك دي، اللي ممكن ان انا اشغل بيها ميوزك عن طريق اليو اس بي او المايكرو كارد. ده كده لاين ان. سيستم بيقول لك الباك لايت تايم، انت ممكن تحدد عايزه اولويز اون ولا بعد 5 دقايق يفصل ولا بعد 10 دقايق يفصل ولا 20، ولا تقفل اللايت خالص اللي هو لايت بتاع البانل. اوكي، عندك الكونتراست بتاع الشاشه برضه تقدر ان انت تزوده من هنا او تنقصه من هنا. شايف كميه الاضاءه، ممكن تقللها كمان شويه براحتك خالص. ومن هنا تقدر تعرف الفريم وير فيرجن بتاعك ال 1.3. شوف الفيديو اللي موجود في علامه الانفورميشن، وشوف الفيديوهات اللي هتظهر عندك دلوقتي على الشاشه. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.